بصي بقى يا ست الكل، عندك طفلك مجننك بقى ومغلبك ومش راضي ياكل الاكل بتاعه. تعالي هنعمل مع بعض شوية افكار. احنا النهارده هنعمل افكار لللانش بوكس اللي هي ايه، السناكس بتاعتهم والحلويات بتاعتهم او الفواكه بتاعتهم اللي هياكلوها. من غير السندوتشات، مش هنتكلم النهارده عن السندوتشات، هنتكلم عن الافكار التانية او التسالي. ازاي يتسلوا باللانش بوكس بتاعتهم ان هم يكونوا مبسوطين ان هم بياكلوا حاجة زي كده، مش مجبورين. بس كده. فتابعي معايا وركزي معايا كده في شوية حاجات كده هنعملها، ولو عجبتك قوليلي، واشتركي معايا في القناة لو لسه مشتركتيش، وحطي لنا اللايك. بصي يا ست الكل، اول فكرة انا عندي البلح هنا، وعندي جبت بطاطا وقطعتها وسلقتها وحطيتها لهم. دي كده كانت اول فكرة معايا. يا رب تعجبك الفكرة، بس حلوة. البلح عارفين ان هو مفيد، والبطاطا عارفين ان هي مفيدة، فسلقتها لها كده سلقة خفيفة واديتها لها. تاني فكرة معايا، أنا عندي هنا خيار مقطعه شرايح، وهحط ايه تاني معاها. تابع بس معايا وانت هتعرفي الحاجات اللي بتخلي أطفالك يحبوا اللانش بوكس، مش يهربوا منه، لا يحبوه وهياكلوا طبعا. هنا أنا حطيت ميكس اللي هو اللبن بالشوكولاتة، ومعايا عسل اللي هو الصغنن دوت، اللي هو الباكو الصغير دوت عامل زي الكاتشب. حطيت لهم العسل دوت، طبعا حاجة مفيدة، طبعا احنا عارفين قد ايه العسل مفيد للأطفال. فطبعا بياخدوه هيتشجعوا ان هم ياكلوه، شبه الكاتشب والمايونيز والحاجات ديت، فهم هيتشجعوا ان هم ياكلوه. وحطيت لهم كمان بونبوني، يعني هنا حطيت لهم بونبوني، ودي برضو بونبوني. بس كده انا كده خلصت معايا الفكرة التانية، يا رب تعجبك. تابعي بس معايا الافكار اللي هنعملها دلوقتي لايه، لللانش بوكس، وكمان الحاجات ديت تسالي للاطفال اهم من الساندوتشات. هي دي الافكار اللي هتحببهم ان هم ياكلوا. عندي هنا كوكيز، وعندي احط لهم برضو حاجة تانية معاها، احط لهم عصير دوت تفاح، انضف حاجة طبعا التفاح ان هم ياخدوه، او برتقال. فانا عندي هنا بيحبوا تفاح، زي ما انت شايفة كده. فانا حطيت لهم بسكوت وعصير، فهي كده حاجة مشجعة ليهم ان هم ياكلوا الاكل بتاعهم. وعرفيهم ان هما برضو يدوا اصحابهم من الحاجة ديت، مش من العصير، لا من الكوكيز مثلا، لو حد عايز حاجة من السندوتشات بتاعته. يعني عرفيهم ان هما ما يكونوش مع اصحابهم مأزمين قوي، يعني لا يدوا وياخدوا بس. فهتبقى الحياة حلوة معاهم طبعا، وهيحبوا ان هما ياكلوا مع بعض، فكده بيتشجعوا. هنا انا كنت عاملة سندوتشات وحطيت لهم كاتشب برضو عشان يحبوا الاكل بتاعهم ده. غير ان احنا بنتكلم عن التسالي بتاعتهم، فهم هياكلوا طبعا الاول، بعد كده هيفكروا ان هم ياكلوا الحاجة اللي احنا حاطينها من فوق ديت. فكده تالت فكرة معانا، يا رب تعجبك. كملي بس معايا الفيديو، احنا عاملين كذا فكرة. لو عجبتك اي فكرة اعمليها. هنا برضو انا عندي بونبوني يعني احط لهم. وكمان انا عندي هنا فلفل الوان، واحط لهم من هنا اللي هو بالعجوة. حطيت لهم كل واحد اتنين، يعني مرة كده ومرة كده، مرة كوكيز مرة بسكوت مرة مفيش عادي، يعني نحط لهم اي حاجة تانية. وكان عندي كوكيز حطيت لهم كل واحد واحدة جنب المنين دوت. فكده انا عملت لهم ايه، حطيت لهم دوت ودوت. وكمان هحط لهم بقى ايه، مش هحط عصير بقى النهارده، هنحط ايه، فلفل الوان. طبعا احنا عارفين ان الفلفل الالوان دوت مفيد جدا للاطفال طبعا، وعارفين ان اي اكل فيه الوان بيبقى مفيد وبيشد انتباه الاطفال. فطبعا هياكلوه، هما بيحبوا الالوان طبعا في الاكل. فطبعا انت عايزه طفلك ياكل، لازم تشجع الاكل بالالوان، يحب ياكل عشان فيه الوان لافتة نظره، فهياكل الاكل طبعا بتاعه، واحنا عارفين قد ايه هو مفيد. فكده زي ما انت شايفه معانا. كملي بس معايا ما تروحيش في حته. احب اعرف طبعا رايك في الافكار اللي احنا بنعملها ديت. احنا مش بنعمل اكل النهارده، احنا بنعمل ايه اللي اهم من الاكل اللي هيشجعهم ان هم ياكلوا اللانش بوكس بتاعتهم. كمان انا هحط حاجه هنا، مش عارفه بقى هي هتعجبك ولا لا.
كده انا هحط ايه دلوقتي؟ فشار. انا كنت عامله فشار طبعا، فحطيت لهم كل واحد حبه صغيرين كده ياكلوا كده مع اصحابهم. اه مش كتير، بس يعني تغيير برضو، ياكل من دوت وياكل من دوت وياكل من دوت، يعني تغيير عشان بس ايه ما يزهقش ولا يمل من اللانش بوكس بتاعته. كده الفكرة الخامسة معايا. هنحط برضو ده خيار، بس ده مش خيار عادي، ده خيار مخلل. حطيت لهم خيار مخلل لان انا كنت عاملة سندوتشات بيض، فهم كانوا حابين ياخدوا، انا كنت عاملة مخلل خيار يعني. حطيت لهم حبة. وهنحط حاجة تانية، هنحط عنب. بيحبوا العنب، حط لهم. شجعيهم طبعا ياكلوا عنب، حلو طبعا العنب دوت جلوكوز للمخ طبعا احنا عارفين. وكمان انا عندي هنا بلح رطب، قشرته لهم وجهزته لهم وشلت لهم منه النوايا اللي جواه، وخليته جاهز على الاكل احطه لهم جنب ايه؟ جنب العنب. فكده انا حطيت لهم وجبه متكامله معايا، مشجعه، مخليهم عندهم نشاط. وكمان تفتح نفسهم على الاكل، طبعا هياكلوا الاكل بتاعهم كله، هياكلوا اللانش بوكس كله. فدي برضو فكره من ضمن الافكار المشجعه للاطفال. يا رب افكار النهارده تعجبك. احنا النهارده مش بنتكلم عن الاكل، احنا بنتكلم عن الافكار التانية اللي بتشجعهم. في هنا برضو عندي خيار، وده خيار عادي مش مخلل ولا حاجة. قطعت لهم خيار بالورب كده عشان يحبوا شكله، واحنا عارفين ان الاشكال بتلفت انتباههم والالوان. فيعني ده حلو وده حلو، فاللي كل اللي يلفت انتباهه نعمله له علشان ياكل الاكل بتاعه. زي ما انت شايفة كده، حطيت لهم ايه الخيار بتاعهم. وهنحط لهم ايه تاني دلوقتي؟ هتشوفي معايا. لو لسه مشتركتيش عندي اشتركي في القناة هتنبسطي جدا. انا كده حطيت نوع خضار ونوع فاكهة. حطيت لهم جوافة، مرضتش اعملها لهم عصير، خفت ان هي تغير ريحة يعني معاهم او يركنوها ما يرضوش يشربوها. فانا عملت لهم ايه؟ آه حطيت لها لهم سليمة، قطعتها لهم 4 تربع كده عشان يعرفوا ياكلوها وتسهل عليهم الاكل. فانا حطيت لهم